احنا خلاص بقينا في غابة، مش بقينا في وطن مسالم. الناس بقت تقتل بعضها عشان المال وعشان الغيرة وعشان الطمع. الناس كلها بقت تعمل لنفسها ولأهلها ولأقرب الناس ليها السحر والأعمال، وتقتل ولادهم وتأذيهم علشان خاطر طمعهم في الفلوس. حكاية النهاردة هقولها لكم واشهد عليا ربنا إن هي قصة حقيقية من واقع الحياة، بتحكي وبتقول. بس يا ريت قبل ما نبدأ نصلي على النبي ونعمل لايك واشتراك للقناة وتفعيل زر الجرس عشان كل فيديوهاتنا وكل تفاصيل حياتنا توصلكم أول بأول وكل جديد. وبسم الله نبدأ. بتحكي وبتقول احنا سلفتين في البيت، واحنا أخين اتنين بس. جوزي ما شاء الله ربنا يبارك له، ربنا فتحها عليه وكان مسافر من قبل ما احنا نتجوز بكتير. المهم جوزي عامل بيت كبير ما شاء الله، عمارة، وقال لأخوه انت هتبقى معايا في شقة ووالدي ووالدتك في شقة، وانا باقي العمارة ليا. جوزي كان ميسور الحال جدا وربنا فتحها عليه من وسع. جوز اخوه، جهزه من الابره للصاروخ زي ما بنقول. عمل لاخوه كل حاجه، مفرقش بينه وبين اي حد ولا فرق بينه وبين نفسه. عمل لاخوه كل حاجه وجوزه وجهزه كل شيء، وبيعمل لوالده وعمل له حج وعمل لوالدتي حج. يعني مش مقصر مع اي حد في اي حاجه. احنا فضلنا كام سنه ربنا مرزقناش بخلف ولا باطفال. قلت له اتجوز ومرضاش، قال سيبيها على الله. رحت انا وهو عملنا حج كبيره ودعينا في الحرم هناك ان ربنا يرزقنا بالذريه الصالحه، والحمد لله ربنا كرمنا اول ما جينا. سلفتي اللي لاحظته منها وشفته منها ان عينها من جوزي، ان جوزي غني، ان جوزي معاه، ان جوزي احلى من جوزها وبيروح الجيم وي وي وي. اللي لفت انتباهي لها لما احنا كل يوم بننزل نطبخ وناكل ونشرب عند حماتي تحت في البيت. جوزي في يوم جه من بره من الشغل وكان جاي تعبان شويه، دخل اخد دش وما كانش واخد باله خالص ان هي موجوده معانا في الشقه، وطلع لابس بس الجزء التحتاني ومش لابس من فوق. جوزي الحمد لله بيروح الجيم وجسمه حلو قوي. لقيت سلفتي وهو طالع من الحمام ما اتحرجتش ولا اي شيء، بتبصله بصات غريبه جدا جدا وكانها بتتامله وهو طالع عريان مش واخد باله، وحاطط الفوط على شعره عمال بيمسح في شعره وخارج. لقيتها بتبصله بصات غريبه قوي. فانا قلت بصت لها وقلت لها هو في ايه حضرتك بتبص لك كده مالك؟ قامت قالت صدقي جوزك ما شاء الله جنتل قوي وحلو قوي، مش زي جوزي قاعد زي اللي والد في البيت ما بيروحش لا جيم ولا غيره. الجيم مخلي جسم جوزك حلو قوي ورياضي. انا خدت الكلمه وقلت الله اكبر في سري وسكت على كده. لف الزمن ودار، هي ما خلفتش وانا خلاص خلفت، بدل الولد بقى معايا الحمد لله اتنين. جه في وقت لقيت ابني بيرجع كتير كتير كتير، انا بختصر الموضوع علشان القصص طويلة جدا والكلام طويل جدا. لقيت ابني بيرجع كتير جدا جدا، وفعلا خدناه ورحنا المستشفى جري، والولد ما كملش حاجة ومات. الولد كان عنده حوالي 5 سنين، كان بيلعب في الشارع مع ننتو قدام البيت على طول، مفيش اي مشكلة، وكنت دايما مأمنة عليه مدام ننتو قاعدة على البيت قدام البيت بره. قلنا يمكن اكل حاجة من الشارع واستعوضنا ربنا فيه، مع انه كسر ظهري وظهر ابوه. وعدت الايام وقلنا الحمد لله ربنا معوضنا بابن التاني، ابن التاني الصغير اللي ما كملش سنتين. عدت الايام، دايما سلفتي بقت تقف لجوزي وتلبس محزق وملزق بطريقه رهيبه قوي. تبقى عارفه اليوم اللي احنا نازلين ناكل فيه تحت، والاقيها لابسه عبايه هتقطع جسمها، وحاطه مكياج كامل، وحاطه برفان ريحته رهيبه، وعامله شعرها تحت الطرحه ومبيناها جدا نص شعرها، وبحجه ان هي متدلعه وحجه ان هي صغيره ولسه مفيش معاها عيال ورايقه وفايقه لنفسها. ما بتراعيش حتى حرمه ان في رجاله غريبه قاعده، اللي هو جوزي واللي هو حمايه، وجوزها مش في دماغه اصلا ولا بيقول لها. كانت تسيب جوزها قاعد وتيجي تقول لجوزي احضر لك الغدا، اعمل لك القهوه، اعمل لك شاي، كانها هي انا مراته وهي اللي عماله بتخدم عليه وكاني انا مش موجوده. بصراحه بقيت مخنوقه من اوضاعها جدا. الاول ما كنتش بحط في دماغي، بس الموضوع بدا يلفت انتباهي بطريقه صعبه. اللي هي كل شويه تتكلم معايا تقول يا بختك بجوزك، جوزك بيجي هنا الشويه اللي بيجيهم هنا بيقعد يشتغل عشان ما يوقفش شغل، وبيطلع بره بيشتغل وما شاء الله مبسوط، وزمان معاكم فلوس كتير وزمانكم محوشين. ما كانش بتقدر تخبي طمعها ولا جشعها في الكلام واسلوبها مش الحلو في الكلام. وتعدي الايام، كل يوم موقف شكل. الاقي جوزي نازل من على السلم، انا توقفه وتفتح معاه اي حوار واي موضوع وتفضل تضحك تضحك بطريقه هستيريه، وضحكه كانها ضحكه رقاصه مش ضحكه انسانه محترمه. واللبس الاوفر والمكياج الاوفر والدلع والزباله اللي هي فيها.
لدرجة في يوم من الأيام جوزي وهو طالع، لقيتها طالعة من باب شقتها وعارفة ميعاده. لقيتها طالعة من شقتها لابسة يعتبر قميص نوم مفتوح جدا وعريان جدا، ورسمة تاتو وشم على جسمها. فانا نازله وجوزي طالع، فلمحتها فبقول لها ايه اللي انت طالعه بيه ده الصح انك تعملي؟ قامت بص لجوزي وضحكه وقامت قال لي تتخيلي انا ما خدتش بالي ان هو موجود اصلا وان هو جاي دلوقتي. زي ما بقول لكم في مواقف كتيره جدا وحاجات كتيره جدا، فانا بختصر عشان الموضوع. المهم بعد فتره وكل ده بيحصل وحاسه ان هي بتنق علينا اصلا، لقيت ابني التاني تعب. يوم واحد تعب فيه اخدته وجريت على الدكتور. في ايه يا دكتور؟ قال لي مفيش اي مشكله، مفيش اي حاجه، تشويه نازله معويه وهيروحوا. فعلا اخدت العلاج وعماله ادي للولد، والولد كل يوم حالته بتسوء. الولد فضل 3 ايام وتوفى. كسر ظهره وظهر ابوه اكتر واكتر واكتر. قلت لجوزي الولد ده ما ماتش طبيعي، ازاي هو كمان اخدناه وقلنا للطب الشرعي ان هو يحلله كده. وفعلا النتيجه طلعت ان الولد مسموم. طب ازاي ده يتسمم واللي قبله كان يتسمم؟ ده حله ازاي وده اللي يحصل ازاي؟ واكتشفنا نوع السم والكلام ده كله. المهم في الخلاصة عشان ما اطولش عليكم، مع التحقيقات ومع غيره ومع غيره اكتشفنا ان سلفتي هي اللي عملت كده. عملت كده عشان كان عينها من جوزي. عملت كده قتلت ولادي الاتنين علشان تقتلني انا في قلبي، وتخليني ابعد عن جوزي ومبقاش بينا وبين بعض اي رابط يربطنا. لدرجة ان هي كمان ما استكفتش بكده، كانت عامله لنا سحر ورشلنا علشان ابعد عن جوزي ونهجر بعض، وتكون هي عينها منه بس. واللي حصل بعد كده ان لما الضابط حقق معاها وقال لها على اللي حصل، قالت له ايوه انا عملت كده، وما استكفتش بكده واعترفت بكل حاجه، وقالت ان انا عملت لهم سحر وعمل عشان يبعدوا عن بعض وعشان يسيبوا بعض، وانا هسيب جوزي واتجوزه هو عاجبني ومش عايزه غيره، وفي نفس الوقت ماله كتير ومبسوط، وانا كنت عايزه كل ده. هي احسن مني في ايه؟ بمنتهى البجاحه وبمنتهى قله الادب كسرتني وقهرتني على ولادي الاتنين، وكسرت جوزي وقلبه وحياته، وكمان كسرت جوزها. كل ده عشان طمعها في الفلوس وطمعها في جسم جوزي وفي جوزي. قولولي اعمل ايه؟ ادعولي ان ربنا يبرد ناري، ادعولي ان ربنا يبرد ناري وياخد لي حقي منها. ربنا ياخد لي حقي منها ويذلها زي ما هي ذلتني وكسرتني ودمرتني وبعتني. عمرها ما شافت مني اي حاجه وحشه، اقسم بالله من يوم ما اتجوزت وانا بعملها كانها اختي الصغيره. لكن هي للاسف كانت عينه لي كل الحقد في قلبها وكل الكره في قلبها، لدرجه ان هي اذت ولاد الصغيرين اللي ملهمش ذنب في الحياه عشان تبعدني عن جوزي وتقرب منه هي. ادعولي بالله عليكم ان ربنا يهدي لي جوزي ويديله الصحه والعافيه ويعوضنا خير عن صبرنا يا رب. السلام عليكم. دي كانت قصه بنت النهارده من واقع الحياه، قاست واعتزلت وشافت في حياتها المرار من سلفتها اللي ما عندهاش دم ولا اخلاق ولا ضمير، اللي حبت تفرق ما بينها وما بين جوزها علشان تاخد جوزها منها وماله، وبسبب طمعها وجشعها اصبحت مجرمة. ايوه اصبحت مجرمة، وخلت نفسها عبرة لمن لا يعتبر. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. وما ننسيش يا بنات ويا شباب نديلها في التعليقات ان ربنا يصبر قلبها وقلب جوزها يا رب، ويردهم للخير يا رب العالمين ويعوض صبرهم خير. ويا ريت قبل ما نخلص الفيديو ما ننساش نعمل لايك واشتراك للقناة وتفعيل زر الجرس. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وفي امان الله، والسلام عليكم.